اللي الرياضه الوطنيه سي فوزي قجع. اكيد ما يمكن نقول لك غير الف مبروك لكل مشاهد نصيب. برافو شابو انا من عندي. اكيد شيء رائع اليوم. الانترفيو بتاع فوزي لقجع ده اقول لكم رايي بصراحه فيه. اول حاجه هيحسسك بالحسره. طبعا تسمعوا كلامي طبعا. لما اتفرجت على الانترفيو او جزء كبير منه يعني حسسني بالحسره. بالحسره. والمعنى ده رئيس اتحاد الكوره اللي لازم يبقى رئيس اتحاد الكوره بتاعك، مع احترامي لاي حد. راجل بريزنتبل، راجل مثقف، راجل عارف بيقول ايه وبيتكلم ازاي، راجل باين جدا انه عنده فيجن وانه راجل مش ديكتاتور، راجل بيستخدم التولز اللي معاه والادوات اللي معاه. فوزي لقجع بحيي المغرب على فوزي لقجع وناس كذا. لازم عشان تنافس، على فكره مش عيب ان انت تغير من المغرب. المغرب باخواتنا وحبايبنا وربنا يعلم انا اصحابي المغربيه بحبهم، مغاربه اسف بحبهم قد ايه، وكلهم ولاد بلد وولاد اصول ما شفتش منهم الا كل خير. اخواتي في المغرب اصحابي اللي لعبت معاهم وزميلتهم في العمل الاعلامي وكله، لكن الناس دي عندها بلان. غير جيب اتحاد كوره وابني كوادر وشغل ناس متعلمه واستفيد من الخبرات بس بليمت بشكل معين، واستفيد من اهل الكوره، استفيد منهم والجأ لهم. مش عيب. النهارده مين مدير المنتخبات الوطنيه في المغرب؟ دعم السويسري جيان إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية للعبة ذاتها لرئاسة الكونفدرالية الإفريقية، خلفا للجنوب الإفريقي موتسيبي. وذكرت تقارير صحفية قارية أن إنفانتينو يرى في لقجع الشخص القادر على الانتقال بالقارة الإفريقية إلى مستوى آخر أكثر تطوراً كما فعل في الجامعة الملكية. ويعد لقجع عضو المكتب التنفيذي داخل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، من المقربين من إنفانتينو وصلة وصل مع الكاف، إذ يعتمده في اتخاذ الكثير من القرارات الخاصة بالشأن الكروي القاري، خصوصاً توفير الظروف المناسبة للعديد من الدول الإفريقية التي لا تملك ملاعب مصادقا عليها لخوض مباريات على الأراضي المغربية. وأعلن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية باسم الاتحادات الإفريقية للعبة عن دعم الكاف رسميا ترشيح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو في الانتخابات السابقة للفيفا. وتنتهي ولاية الجنوب إفريقي موتسيبي على رأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم خلال الجمع العام المقبل، وما زال لم يعبر أي عضو داخل الكاف عن نيته الترشح لهذا المنصب. وترى مجموعة من الاتحادات القارية في لقجع الشخص المناسب لهذه المهمة للنهوض بكرة القدم داخل القارة، كما فعل بالمغرب الذي حقق به نهضة كروية حقيقية. كيفاش لقجع يسير ويتحكم في دواليب كل ما هو كونفدراليه افريقيه لكره القدم، والفوتبول يحكم فيه واحد. سي تريك راه جامي حبطنا لدرجه كيما هادي. شكون هاد السيد اللي دار فيديراسيون ما تكزيستيش وليكيب ناسيونال تتسير؟ راكو شفتوا كاع كيفاش تسير الفوتبول ما كاش. شكون هاد الناس هادو؟ من بعد يقول لك مسؤول سياسي. ياك ديتنا للواد يا اخي مسؤول سياسي، انت ديتنا للواد. ديتنا للواد نورمالمون يتنكشف شكون اللي حط هاد الناس وشكون اللي برولونجا لهاد الناس ودعمهم. ضعفنا لواحد الدرجه دللنا. قالوا ما دلناش حنا نضلوا دائما نقولوا دلوا الاسم تاع الجزائر، حطوا عباد اللي ما كاش كاع يتيك حتى ولا اللي جاي يتكلم في التلفزيون لازم هنا كان قرار يحبس. الفساد حل في الكره الكره الجزائريه. الناس ما خدمتش الكره الجزائريه، خدمت المصالح الشخصيه. هاو لو ريزولتا اوجوردي. هذا ابل سي تو جيفل سقله كيما تحب، ولكن سي اون ريميز اون كوز. لازم الان الجزائر تولي الجزائر اللي هي اللي تحط كلمتها تمشي. لا وما نعطيوش المسؤوليه ايضا الناس اللي تواطأت، وهنا لازم نقولوها لاعلى السلطه. الناس اللي تواطأت ووضعت الناس او وصلنا حطوا لنا بالساكوشه. ما نقدروش واحد عنده ساكوشه يجي يدافع على الجزائر. احنا رجال ماشي ذكر. كاين رجل لازم يكونوا رجال تاع دوله على مستوى الهيئات الكرويه. ناس ضيعتنا على مستوى الكاف، ناس فوطات كونتر الجزائر على مستوى الكاف، واليوم راهم احرار طلقاء لا شيء، كأن شيء لم يحدث. لا، الجزائر عندها ناس تاع كرة القدم وناس تاع رجال دولة اللي بإمكانهم أنهم يسيروا الهيئات الكروية ويوقفوا على الجزائر. ما يجيش من ولا
باسكو حطوه بالتليفون، هيا نحي هذا حط هذا، ومن بعد يروح ما على بالوش ما واش كاين لي ريزوليسيون تاع لاكاف، ويروح يدير يفوتي امتناع وكأن شيء لم يحدث، برك نحيه من البوست. نو، لازم اليوم تكون محاسبه للناس اللي خطأت في حق الجزائر. انا اليوم رانا نخلصوا الناس اللي خطئوا في حق الجزائر، وراح نولوا للموضوع الموالي. حنا نحبوا بلادنا ونجيبوا الادله اللي تقدر تساعد الجزائر من اجل الفوز بمثل هذه القضايا. علي بن شيخ، وتكلمت انت يوم الاثنين ويوم قلت باللي الناس اللي ربما اثرت على ما يحدث اليوم، يجب على اصحاب القرار انهم يضعوا الرجل المناسب في المكان المناسب، خاصه في الهيئات الرياضيه. احنا نتكلموا عن الرياضه، خاطينا احنا السياسه، لازم يكونوا كاين ناس انا ذاك كاين هكذا واحد كونسيي واحد جو سي با نو حط هذا حط هذا، وهو ما عنده والو، جا لي خدمه مصالحه الشخصيه. والله غير سكابورديت سو بروبليم وسمير، والله غير نشكره، والله غير واش قلت دوكاتيك يعطيك الصحه، لان 10 سنين وانا نحارب في هذا الشيء هذا، واش راك تقول مازالنا فيه، خاطرش مانيش عارف كاسكين فا با بروبليم هنا بوان دانتيروغاسيون كاسكين فا با، هذا هو المشكل. نو واش راك تقول نتايا، واش راك تقول نتايا، ناخذوا غير لي كالكو زاني الاخرين. هل كانت عندنا فيدراسيون؟ ما كانتش كاع. كيف يحطوا الريح؟ ما كانوش كانوا يحطوا ناس يصيروا الفيدراسيون، يصيروا الفوتبول لمصلحتهم الشخصيه تاع كل عارفين كاع الناس، ومن بعد يزيدوا يحطوا واحد ما يكزيستيش، ضعفنا لواحد الدرجه كيفاش نقولوا بالعربي مش عارف، دللنا. قالوا ما دلناش، حنا نضلوا دائما نقولوا دلوا الاسم تاع الجزائر، حطوا عباد اللي ما كاش كاع يتيك، حتى ولا اللي جاي يتكلم في التلفزيون لازم هنا كان قرار يحبس، اللي يتكلم في التلفزيون ولا يدير هذيك العبسه تاعو تاع يوسكي ولا طابلون. نعم طابلون بلاطو. لا اللي كري هذيك الشان ديالو هذيك وكذايا، يا اخي فوك سوا كونترولي، ما تتكلمش على الفوتبول ندو نيمبورت كومون بور باسكو نتايا فلان شاريك ولا فلان يعطي لك ولا وتهدم نتايا الرجال ولا الفوتبول الجيريان. نو سي تي كورومبي فاسد ديرها في حاجه اخرى، مي بصح هنا نو. مي لو بروبليم اللي قلت لك اللي حطوا، علاش دخل روحك؟ علاش بحرتنا عندنا شحال دوك 4 سنين نهضروا غير 4 سنين ما نهضروش. راك تكلمت نتايا داونا للهاويه لي زاكاديمي لي هادي اللي رحنا كاع فيها، بصح واحد ما حب يتحرك. انا البريسيون من بعد تقولوا باش ما نقولش اش تقولوا نوليو كاع معليش. والله العلي العظيم ونبيه الكريم، اقسم بالله العلي العظيم ما زلني اؤمن على مستوى الكاف وعلى مستوى افريقيا ان مازال كاين الشرفاء ومازال كاين الناس اللي تحارب هذا الانذار. في المكتب التنفيذي الحالي ما كانش. اسمح لي، كاين بلدانهم على انهم شرفاء. موتشيبي معليش، موتشيبي ينتمي لبلد الشرفاء، موتشيبي ينتمي لبلد الاحرار، موتشيبي ينتمي لبلد نيلسون مانديلا. مش نفس الكرشه. هل هذا موتشيبي يمثل جنوب افريقيا؟ الاتحاد الافريقي لكره القدم اتحاديه هاويه خالد، حتى هذا خالد، حتى موتشيبي خالد من اللي جاء للاتحاد الافريقي لكره القدم والمشاكل تتوالى خالد. مازال خالد في مشاكل غير مش مع مش الا مع الجزائر، عدد كبير من البلدان عندهم معهم مشاكل كبيره. نعم. المجال الرياضي فيه نقطة تكلم عليها صادي وموجودة في برنامجه وهي الدبلوماسية الرياضية، ولكن كي جا لقاها مهدمة، لقاها مكسرة. هذا هو واش حب يقول لك يا سيدي علي البيب، ما حبش يعني يستعمل هذه المصطلحات، أنا نستعملهم. لقاها مهدمة بعد ما كنا موجودين في بعض الهيئات ولينا ما كانش غير موجودين، لأنه جات اتحاديات واللي كسرت وهدمت هذه. كنا نسير بشعار الأمة التي تأتي تلعن التي قبلها. هذا هو الشعار. اليوم إذن من الصعب جدا على تتكلم على صادي، من الصعب جدا، ولكن الشيء اللي نأكدوه اليوم وهذا يفرحني أنا، نذكركم في واحد الصورة وتشفاو لها. حنايا الإعلام الجزائري اليوم شوف كيفاش راه يلعب دور فعال، حاضر، راه موجود. لماذا؟ لأنه كونتي ساجي دو لانتيري سوبريم تاع البلاد، المصلحة العليا للبلاد. شوف كيفاش الإعلام كيفاش راه، لما نقول الإعلام نقول الشعب الجزائري،
نقول الحكومه اخترتي غير ديك الحال، يعني ديجا نعرق غير ديك الحال، حقنا شفنا سرتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعي ومشاهدي قناة ميديا سبورت. كلامنا هيكون مهم جدا عن فوزي لقجع، الرجل القوي، رجل القارة الإفريقية، رجل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والمرشح بقوة لرئاسة الاتحاد الإفريقي في الفترة القادمة. فوزي لقجع بيخدم بلاده بطريقة محترمة، بيقدم لبلاده كل جديد في الناحية الرياضية، وشايفين كل ده ظاهر في شكل المنتخبات، سواء كان المنتخب الأول المغربي أو منتخبات اللي على المستوى الأعمار السنية الأقل تحت 20 سنة، قدر إنه يفوز ببطولة شمال أفريقيا قريبا جدا في مصر، وتحت 17 سنة حصل على المركز الثاني بعد منتخب مصر في المغرب. طبعا التطور الكبير جدا بيبقى نتيجة اجتهاد وشغل ونتيجة عمل جاد ودؤوب من فوزي لقجع. فوزي لقجع تقدر تقول ان هو ممكن يكون في الفترة القادمة هو رئيس الكاف القادم. ليه؟ لان هو بيقدم للاتحاد الافريقي وعنده دعم كبير جدا جدا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بسبب المجهود الكبير جدا اللي بيعمله في القارة الإفريقية من ناحية استضافة بعض المباريات الخاصة بالفرق الإفريقية في قارة إفريقيا. ومش كده وبس، لا كمان بيقدم للاتحاد الإفريقي كل جديد وتطوير كبير جدا في الاتحاد، وبيعول عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في كل شيء داخل قارة إفريقيا. انتخاباته القريبة اللي هتبقى موجودة في الاتحاد الدولي خاصة بمقعد الكاف الفيفا، بيتنافس عليها طبعا مرشح الجزائر ومرشح المغرب ومرشح مصر هاني أبو ريدة. وكان أعلم باتريس موتسيبي إن هو هيرشح نفسه في ولاية تانية كرئيس للاتحاد الإفريقي، بس أنا شايف إنه خلال الفترة اللي قضاها الراجل ما قدمش أي جديد، فأعتقد إن مش هيحظى بدعم كبير جدا من الدول الإفريقية. لكن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية بيحظى بدعم رهيب من قبل رؤساء الأندية في إفريقيا، وبيقدم دعم كبير جدا لأندية المغرب. وإحنا شايفين طبعا تفوق كبير جدا اللي في أندية المغرب في الفترة الأخيرة، من ناحية طبعا كرة القدم، من ناحية التطور الكبير جدا في كرة القدم. الوداد المغربي، الرجاء المغربي، نهضة بركان بيشاركوا في بطولات متنوعة. نشوف طبعا فريق الوداد المغربي يعني هو يعتبر هو أسوأ حالاته حاليا، لكن الرجاء والجيش الملكي، وكان في مباراة مهمة جدا ديربي بين الرجاء والجيش في بطولة افريقيا، الاثنين موجودين مع بعض في مجموعة واحدة، فاز فيها الجيش، وبعد كده الرجاء هيسافر الى جنوب افريقيا لملاقاة فريق مامولودي صن داونز. الحاجة المهمة اللي انا حابة ان انا اكد لكم عليها بان المغرب يسير في الطريق الصحيح، عنده بنية تحتية محترمة جدا. في كلام كتير جدا حول ملف المغرب في كأس العالم 2030، احنا ما بنتكلمش كمان عن بطولة افريقيا 2025، لا بنتكلم عن كأس العالم 2030، الملف المشترك بين المغرب واسبانيا والبرتغال، واللي مقرر ان يكون في استادات مرشحة للمباراة الافتتاحية والمباراة النهائية. المباراة الافتتاحية بنسبة كبير ممكن تكون في المغرب في استاد حسن الثاني، ودي هتكون طبعا انتصار رياضي كبير جدا للمغرب، وده اللي يقدر ان يعمله المغرب في الفترة القادمة. تمام.